هنا بمنطقة قرجبيلات يشهد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجال الصناعات المنجمية مصنع وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد بلغ نسب متقدمة في الإنجاز، وهو ما عاينته الجهات الوصية بحضور عملية المرحلة التجريبية الأولية لتشغيل الوحدة بعد الانتهاء من أعمال التركيب ووضعها تحت التوتر الكهربائي. تقدم الأشغال فاتت تفوق 95% لي زافونسمون دي طرافو. كيما تشوفوا في لي طرافو هنا بدينا من لو كونكاساج بريمير، ومن بعد يمشي يفوت الثانيه هو سي وين البرواياج بلوس سيباراسيون مانيتيك. من بعد بار لا سويت كاين اللي يفوت اللي هو كونسونطري اللي يفوت ديريكتومون لا زون وين دو شارجمون اي ديكسبيديسيون، والدوزيام اللي هو يفوت لو روجي يمشي وحده هنا. إن اختبارات التشغيل الخاصة بالمعدات وكذلك الاختبارات الكهربائية بمختلف أنواعها أوشكت على الانتهاء، غير أن استكمال هذه الاختبارات بشكل نهائي يبقى مرتبطا بوصول بعض التجهيزات الكهربائية إلى الموقع. وفور وصول هذه التجهيزات إلى الموقع سيكون بإمكاننا استكمال جميع الاختبارات. بينما ثمن ساكنة القرية هذا المكسب بعد دخوله حيز الخدمة، حيث سيضمن نقلة تنموية كبرى ستشهدها المنطقة بتوفير فرص للشغل. إعطاء التجارب الأولية نتاع مصنع قرجبيلات، اليوم المصنع الحمد لله راهو في كامل الصلاحيات، والماشينة راهي ترفد الحديد. هذه المنطقة كانت قاحلة، كانت أرض حمراء ما فيها حتى حاجة، وهذه عامين الله يعمر رجال الدولة، والله يعمر رجال البلاد، والله يعمر رئيسنا اللي راه ان شاء الله اعطانا وعد، والوعد هو في الميدان للمصنع، وحاجه كبيره ما هي حاجه سهله. ورانا اليوم رانا واقفين عنده، اليوم رانا نشوف فيه ما هو قال الدوله نهار هذا، راه اليوم راهو بادي. هذا كان حلم، واليوم الحمد لله راه موجود قدامنا. لتعكس هذه المنشأة الحيوية جهود الدولة في بناء قطاع منجمي قوي ومتكامل ومستدام يساهم في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني. في خطوة عملاقة ترسخ مكانة الجزائر كقوة صناعية واقتصادية صاعدة في إفريقيا وحوض المتوسط، انطلقت رسميا التجارب الأولية والتشغيل التجريبي لمصنع معالجة خامات الحديد بمنجم قرجبيلات بولاية تندوف المجاهدة. هذا الإنجاز التاريخي الذي جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لتثمين الثروات المنجمية يمثل بداية العد التنازلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الأسواق العالمية. وقد نزلت المشاهد الأولى لتشغيل المصنع كالصدمة الكهربائية الصاعقة على أعداء الجزائر، وفي مقدمتهم أبواق النظام المغربي الذين ظلوا لسنوات يروجون لأكاذيب تزعم استحالة استغلال هذا المنجم القاري العملاق بسبب نسبة الفوسفور أو التعقيدات التقنية واللوجستية. ولعقود طويلة كان نظام المخزن يمني النفس بأن تظل ثروات تندوف معطلة تحت مبررات اتفاقيات قديمة أو تعقيدات تقنية، وجاء الاستغلال الجزائري السيادي الكامل ليؤكد أن الأرض أرض جزائرية، وأن القرار قرار جزائري خالص لا يخضع لأي إملاءات أو خلفيات تاريخية وهمية.